وتضعف هممكم عن قول الحق والمجاهرة به وسحق الباطل وأهله وكشف المفسدين وفضحهم. أيها الأحرار من أبناء المدينة الأوفياء، إن ما حدث بالأمس القريب بمنع حضور النائب أحمد الشكران إلى مدينة معان لإلقاء محاضرته حول قضية الفساد بشركة الفوسفات من قبل بعض أصحاب الأيادي الفاسدة والقلوب المريضة. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! ضربوا معهم بالطائرات! ضربوا معهم بالطائرات! ضربوا معهم بالطائرات! ضربوا معهم بالطائرات! وسلقوا منها الفوسفات! سلقوا منها الفوسفات! وسلقوا منها الفوسفات! سلقوا منها الفوسفات! عيب على المخابرات! عيب على المخابرات! عيب على المخابرات! عيب على المخابرات! روحوا رجعوا الفوسفات! روحوا رجعوا الفوسفات! روحوا رجعوا الفوسفات! روحوا رجعوا الفوسفات! تكبير! الله أكبر! حيث أرسلوا له من البلطجية والسعران كم من هائل من رسائل الوعيد والتهديد عن طريق من؟ عن طريق الحكومة ونواب معان. أليس هذا بالمستغرب؟ لا نعلم هل أصبحت الحكومة ووزير الداخلية أيضا بالأخص هل أصبحت الحكومة ونواب معان مراسيل للبلطجية والسعران؟ لماذا لم تأمر الحكومة الأجهزة الأمنية بالبحث عن هؤلاء المجرمين والقبض عليهم وكشف من كان يقف من ورائهم؟ لماذا لم توفر الحكومة الحماية للنائب كي يمارس حقه ودوره الدستوري بكل حرية وأمان